مساء الخير، شلونكم؟ كل عام وانتم بألف خير يا ربي، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة، وعيد فطر سعيد إن شاء الله. وهنا همين احنا محتفلين بالعيد، مو بس انتو يعني. وأحب أشوفكم شي جديد، إنه دخلنا للمطعم وانصدمنا بفد شي حلو، إنه المطاعم بالعراق ما عندهم كارت، إنه من تاكل ينطوك ورا ما تكمل أكل ينطوك كارت ويبصمولك عليه بصمة المطعم. حتى يعني أنت من تجي مرت اللخ ويبصمولك راح أفهمكم عليها. هسه هذا الكارت بإيدي، شوف المربعات اللي بيه. طب وين أكلنا؟ بصمولنا عليه 3 بصمات، لأنه إحنا 3 أشخاص كنا، وقالوا إنه على عدد الفراغات كل مرة نجي يبصمولنا عليهن نفس الكارت نجيبه ويانا، وورا ما يعني تملي هاي الفراغات نجي مرت اللخ يعطونا كارت جديد بس ما يبصمولنا عليه شي، انه خلاص هذا الكارت الكم، انتو يعني عرفناكم انتو تجون هواي علينا، هذا الكارت الكم تاكلون بيه ببلاش، ما تدفعون فلوس. انه هذا الكارت تعطونا اياه احنا، هذا يابا كنا هيجي وملينا البصمات كلها وببلاش. هاي بكل مطعم موجود هنا بألمانيا، هاي معلومة حلوة يعني. وما اعتقد واحد هسه يطلع لي يقول لي والله انتي وين عايشة، انتي ما شايفة اكل، انتي ما شايفة حمامات موجود هذا الشيء. يعني اذا احد يقول لي هسه هذا موجود هذا الكارت بالعراق باي محافظة، خلي يدز لي اياه فيديو ويكون جريء، مو يقعد يتقشمر علي ويتجاوز. اوكي، ما راح احكي شيء زايد، اني وعدت الكل وهواي ناس رايدة هذا الشيء، انه ادز فيديوهات واتواصل وياهم. وهذا شيء جديد يعني بالنسبة لي، اذا انتم شايفيه فاني بصراحة ما شايفته، انا ايش قد مفترة ما شايف هذا الشيء موجود. اوكي، اسفة طولت الفيديو هواية، واتمنى تكون تعليقاتكم حلوة مو تعليقاتكم سلبية.